اكيد فكرت قبل كده ازاي الفراعنه بنوا الاهرامات، بس اللي هتعرفه في الفيديو ده هيخليك تشك اصلا في كل النظريات اللي اتكلمت عن بناء الاهرامات. من كام يوم ظهرت اخبار عن فريق بحثي من ايطاليا واسكتلندا بيقولوا انهم استخدموا تقنيات متطوره لمسح الارض تحت الهرم، والنتيجه انهم لقوا مدينه كامله تحت الارض وهياكل وممرات معقده بقالها الاف السنين، خصوصا تحت الهرم الأكبر هرم خفرع. الباحثين دول بيقولوا إن المدينة دي عمرها أكتر من 6500 سنة، وفيها ممرات وأعمدة ضخمة محدش يعرف عنها أي حاجة. لكن السؤال إزاي قدروا يعرفوا ده كله من غير ما يحفروا ولا متر واحد تحت الأرض؟ هنا بقى بيجي دور التكنولوجيا الحديثة. استخدموا تقنية اسمها الرادار المخترق للأرض أو GPR، كاختصار لجراوند بينترينج رادار. الGPR بتستخدم مواد كهرومغناطيسية اللي بتخترق الأرض، بمعنى إن لو تحت الرملة في حجر أو ممر أو حتى فجوات، الموجات هتقدر تتعامل معاه بشكل مختلف تماما، حاجة كده شبه الإيكولوكيشن بتاع الخفافيش والدلافين، بس ده بقى عايزين نعمل عنه فيديو لوحده. التقنية دي استخدموها في المكسيك قبل كده، وفعلا تم اكتشاف أنفاق تحت معابد المايه بنفس الطريقة. ومش بس كده، الفريق كمان استخدم تقنية اسمها التصوير المقطعي الكهربائي، اللي بتقيس مقاومة الأرض للكهرباء وبتقدر تحدد أماكن الفراغات اللي تحت الأرض. وده خلى الباحثين يقولوا إن في ممرات ضخمة تحت الأرض. بس هل فعلا الفراعنة بنوا مدينة تحت الأرض؟ الفراعنة كانوا عباقرة في الهندسة المعمارية، وكان كل حاجة بيبنوها كان ليها سبب. في نظريات بتقول إنهم كانوا بيستخدموا أنفاق تحت الأرض عشان ينقلوا الحجارة الضخمة، وده منطقي لأن بعض الممرات المكتشفة قريبة من نهر النيل القديم. وفي نظريات تانية بتقول إن المدينة دي مش مجرد مدينة، بل قاعة سجلات، ودي ظهرت في برديات كتير زمان، المكان اللي كانوا بيسجلوا فيه كل أسرارهم الدينية والعلمية. وده اللي خلى بعض الناس يعتقدوا إنها مكان أسطوري من وحي الخيال. كمان في بعض البرديات القديمة مكتوب فيها إن في أماكن سرية تحت الأهرامات، وده اللي خلى العلماء ينقسموا لمؤيد ومعارض إن في مدينة كاملة تحت هرم خوفو. الباحثين استخدموا تقنيات الرادار والمسح الكهربائي، ودي بينت نتائج غير طبيعية تحت الرمل، مجسمات وأعمدة وهياكل وممرات. بس ده برضو مش دليل قاطع على صحة الاكتشاف ده، لأنه ممكن يكون انعكاسات طبيعية تحت الأرض. علماء الآثار المصريين وعلى رأسهم دكتور زاهي حواس نفوا الكلام ده تماما. دكتور زاهي حواس قال لهم مفيش يا ابني الكلام الفاضي اللي انتوا بتقولوه ده، مفيش أعمدة تحت الأهرامات ولا ممرات ولا حتى مدينة ملاهي تحت. اللي انتوا بتقولوه ده، هو انتوا حفرتوا ولا معاكوا تصريح بالحفر؟ يلا روحوا دوري بس برج بيزا المايل بتاعكوا ده وتعالوا. ده كلام فارغ، واحد مش مجنون تدخله مستشفى المجانين. هذا الكلام ليس له اي اساس للصحه ولا دليل علمي ولا اي حاجه خالص. دول عباره عن مجموعه من الاماتيرز اللي هم غير متخصصين، ليس لهم صله بالاثار المصريه ولا يوجد تحتها اي حاجه، وهم لم يحصلوا على اي تصريح، وكل اللي قالوه ده كلام ليس له صله بالعلم اطلاقا. البعض بيقول ان دي ممكن تكون محاولة لجذب الانتباه ليهم او عملت ترند، والبعض التاني بيقول انها حقيقة لكن محتاجة ادلة اكتر. والحقيقة اللي ما يختلفش عليها اي حد ان لو الاكتشاف ده طلع حقيقة هيبقى اعظم اكتشاف في تاريخ البشرية، وهيقلب كل نظريات بناء الاهرامات رأسا على عقب. وممكن ده كله يبقى وهم بسبب التكنولوجيا الحديثة. ولو تم التأكد من الموضوع ده، الدولة هتبدأ فورا في الحفر حوالين الهرم، وهتتعلق أنظار العالم كله على الاكتشاف الرهيب ده. لكن اللي احنا متأكدين منه إن الأهرامات مخبيالنا أسرار كتير جدا، ومهما كان العلم متقدم وغريب هيبقى في حاجة بتستنانا أكتر غرابة. لكن اللي احنا متأكدين منه إن الأهرامات مخبيالنا أسرار كتير جدا، وإن مهما التكنولوجيا اتطورت دايما هيكون في حاجة بتستنانا أكتر غرابة وغموض. هل شايفين إن الاكتشاف ده ليه أساس علمي ولا مجرد ترند مبني على خرافة؟ اكتبوا رأيكم في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وفولو. سلام.